زي ما انتم شايفين دي ورقة الزبدة اللي احنا بنحطها عشان خاطر تطلع جلاشية مفتوحة كده. هتشيليها بكل سهولة كده اهو، وتحشي بقى ايه الكريمة معانا. بصوا شايفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ام علي. النهاردة هنعمل معاكم طريقة عمل الجلاش بالكريمة. يلا نبدأ الشرح. نعمل الجلاش جميل قوي عشان هحشيه. فانا ورقة الجلاش بتجيبي ورقة فردانية كده وتدهني دهنة زيت، وكل ده يعني ورقة تدهنها دهنة زيت كده. وتعملي ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هتلفي كده اهوت كده اهوت كده. ان حسيتي ان هي تخينه معاكي هتيجي واخده فاصل كده بالسكينه وتبقي تتنيها وتعمليها ايه. بصي بدل لو تعرفي تلفي على ايدك كده تلفي على الصينيه مفيش مشكله. بصوا تعمليها زي السمبوسه كده، لازم تبقى ايه تخينه كده عشان تبقى زي السمبوسه. حاجه هنا كده اهوت، وبدل ما اقص منها حته كده لا انا بقص كده عشان ما نطلعش من الجلاش ونبوظه. وهنحط بقى حته ورقه زبده عشان هحشيه معاكم. زي ما انت شايفه ورقه زبده كده، ما شاء الله ما شاء الله. ونروح على الصاج بتاعنا كده اهو زي ما انتم شايفين فرن. هنسقيه نص مج زيت كمان او نص زيت على نص سمنه، واللي يفيد يبقى تصفيه وتشيليه عادي مش هترميه. وبعد كده نسقي الشربات وهنحشيه مع بعض. الله الله الله، كل سنه وانتم طيبين. حبه جلاش زي العسل. شايفين انا عامله الشربات بقى، ننزل بالشربات عليه كده وهي لسه سخنه كده الجلاش. ما شاء الله ما شاء الله. نغرقه كده اهوت ونصفي. كده كده احنا هنصفي الزياده زي ما انتم شايفين كده. ونحط العسل بتاعنا اللي هو الشربات يا جماعه. زي ما انتم شايفين دي ورقة الزبدة اللي احنا بنحطها عشان خاطر تطلع جلاشية مفتوحة كده. هتشيليها بكل سهولة كده اهو، وتحشي بقى ايه الكريمة معانا. بصوا شايفين ما شاء الله. انا عملت الطبق كده عشان انجز مع الوقت وكده. بصوا هنحشي برضو كمان واحدة هي كده اهوت. بسم الله ما شاء الله. وحطي بقى تزيني زي ما انت عايزة طبعا. هنعمل ايه بقى، نحط واحدة كريس كده برضو ممكن تشكل تعدل معانا الشكل يعني. إيه مش عايزة تحطي مفيش مشكلة. ماشي. قولي لي بقى ايه رايكم في الجلاش الجميل ده. تقولي ايه، بتقولي سمبوسك ما تقوليش جلاش. والله العظيم يا جماعه جميل جدا. شايفين شايفين جميل كده حكايه الصراحه. يلا قولوا لي رايكم بقى فيه وجربوه كده وقولوا له ايه رايكم يا جماعه في الجلاش الجميل. وكل سنه وانتم طيبين وكل يوم معانا جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.